ازاي نعمل بيكر ويل او ممكن نقول عليه عجلة المفاجآت. هنحتاج كرتون يكون سميك شوية او من اي بوكس عندكم. هنفتح البرجل على مقاس 12 سنتيمتر ونبدأ نرسم السيركل او الدايرة. هنقسم الدايرة ل8 اجزاء بالطريقة دي عشان تبقى كل الاجزاء متساوية. وطبعا استعنت بماي في استخدام الكتر عشان اقطع الدايرة من بره. وفصلنا الدايرة عن باقي الكرتون عشان تبقى لوحدها بالشكل ده. هنجيب ورق شفاف ونحطه على الدايرة ونبتدي ناخد مقاس من الأجزاء اللي احنا عملناها. هنقص 8 أجزاء من الكانسون الأبيض بنفس المقاس اللي احنا أخدناه على الشفاف. اخترت الكانسون الأبيض واخترت ان انا ألونها انا واخواتي، بس انتوا ممكن تختاروا كانسون ملون عادي. ودي بعد ما لونت كل الأجزاء. عشان نعمل السهم اللي جوه هنفتح البرجل على 2 سنتيمتر ونبدأ نرسم الدايرة. من مركز الدايرة هنرسم خط طوله 4 سنتيمتر وهوصله بأطراف الدايرة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هنعمل فتحة في مركز الدايرة اللي احنا عملناه ونجيب ايربادز ونقصها من النص. هنلزق الأجزاء اللي احنا عملناها على الويل بمسدس الشمع بعد ما كتبنا عليها المكافآت، وطبعا المكافآت دي بتبقى من اختياركم. كده خلصنا كل حاجة وناقص نجمع الويل وطلع شكلها جميل جدا الحمد لله. هنركب الايرباد في الشكل اللي احنا عملناه ونحطها في الويل. مجرد لما نمسك الجزء المتبقي من الايرباد من ورا هتبتدي تلف معانا بكل سهولة.